في الاهلي. فالاهلي بمن حضر يا ساده، نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت، والاهم الروح، الروح، الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا فعلا. روح الفانيلا الحمراء القاضية ممكن. الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وتلاقي كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، يروح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. اول سنه في حياتي ما يبقاش عندي امل ان احنا حتى ناخد المركز الثاني. اول سنه في حياتي، يعني انا دايما بيبقى عندي امل كبير، ننافس، ناخد الدوري، مش عارف ايه. النتائج كمان اللي بيعملها الاهلي، المدرب بتاعهم ده لا نافع معاه جامايكا ولا نافع. انا نفسي ابعت له اقول له يا ابني ارجع اقعد مع اهلك، خلي بالك من عيالك، خلاص الدوري خلص، ملوش لازمه والله نكمل. وجع قلب وتعب ومصاريف وفلوس واستادات وامن، ويطلع محمد علي يقول لكم بعد ماتش مش عارف ايه ويحصل ايه. حالتنا بلا والاهلي في السماء، حالتنا بلا والاهلي في السماء. كفايه دوري خلاص. مساء الخير كابتن محمود الخطيب، ممكن لو سمحت تيجي تاخد الدرع من عندنا، او هو عندك خليه عندك خلاص. ملوش، لا والله ملوش لازمه، لانه تجيب يمين تجيب شمال، تجيب مدرب تجيب لعيبه، تعمل اللي تعمله. والاهلي ايه؟ خمسات واربعات، كل يوم يقول لي 5 4 5. امبارح نبيل الحلفاوي كاتب بيقول لك والنبي يلا خلصوا، اصل انا الميعاد بتاع النوم بتاعي بقيل الظهر، لو يخلصوا الماتش في الشوط الاول. انتوا عارفين الاهلاويه بقى هم اصلا شامين نفسهم، فلما يلعبوا عضلاتهم الموضوع بيبقى اصعب كتير. فاحنا في تلعيب العضلات في اول اسبوعين، فلو سمحتم خدوا الدوري وعليه بوسه، على فكره بقلب صافي وبنيه صافيه وبدون مشاكل في البلد. بدل اعصابنا تتحرق وبتاع ومش عارف ايه. انت مش عارف تبقى الرابع، انت واصل لمرحله. فيديو ناري لعمرو اديب، وكلام مهم جدا من عمرو اديب. اتمنى تعمل لايكات والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. شير يا جماعه في كل مكان، شيروا في كل مكان الفيديو ده. مبروك الدوري للنادي الاهلي، يلا سلام.